طريق وسط الخضرة والطبيعة الجميلة، تمر عليه كده وانت فايت، تلاقي حواليك شجر الموز الجميل نازل منه صبايط صبايط. الموضوع لا غريب ولا بعيد، لا انتوا هنا في جزيرة الموز، بس لازم تسمعوا الحكاية من البداية. تعالوا معنا. متابعي السندباد الكرام، محافظة الأقصر الجميلة كلها اكتشافات، ومن أهمها جزيرة الموز. بنروح لها من المينا الجميلة دي، بنركب الفلوكة الحلوة اللي احنا شايفينها دي، وبنتفسح فسحة في النيل الرائع بتاع الأقصر، حوالي تلت ساعة أو أكتر. بنشوف فيها المراكب الشراعية الجميلة، ومنظر النيل رائع بصراحة، فسحة ولا أروع. بتشوف حواليك كده برضه الطبيعة والخضرة والكروزات، وبتحلى كمان الصور السيلفي الجميلة. وأول ما بنوصل بتكون مستنيانا مجموعة من الحيوانات الأليفة الجميلة زي الجمل الجميل ده اللي بنأكله ونستمتع بيه. ودي نتيجة برضه ناس حاولوا كده يقلدونا، شوفوا معانا. فعلا أصدقائي، من كل من أكل الجمل جمال ولا كل من ركب الخيل خيال. وهنا النعامة الجميلة كلها روح وحيوية كده، طائر خلاق وجميل. الحقيقة كان في أكتر من حيوان أليف، وكان في برضه تمساح كده مخيف صورناه من بعيد لبعيد. وهنا بقى تحلى الصور كده ورا غية الحمام الجميلة دي. وهنا قعدنا ونزل لنا كده صينية كده كلها فاكهة وموز، قعدنا استمتعنا بالطبيعة الجميلة وكلنا الموز يا الجميل. مستر محمد، ايوه. تعالى لي هنا دقيقة واحدة كلمة دلوقتي. حاضر حاضر. وهنا نادوا عليا عشان كان خلص الوقت ولازم نرجع ونروح. طبعا انا كنت انشغلت جدا بالتصوير الجميل في القرية الجميلة دي اللي بندعوكم لزيارتها، وهي ضمن برنامج رحلات الأقصر وأسوان. شكرا جزيلا ليك، والسلام عليكم.